بجد فيديو النهارده هتعملي احلى تشيز كيك وهيكون ناجح جدا معاكي، وهقول لك كل سر انا عملته. كل حاجه طلعت معايا المنتج بالشكل اللي انتوا شايفينه في النهايه ده. وهتستخدمي بس قطعتين جبنه مثلثات او معلقتين بالظبط جبنه من الجبنه الكريمي. المقادير مش فيها تكلفة كتير قوي، والمنتج في النهاية شكله حلو جدا. ممكن لو انت بتشتغلي اونلاين هتبيعيه، ممكن لو انت عايزة تعمليه في البيت وتوفري مبالغ كبيرة جدا هتعمليه. اول خطوة احنا جبنا بسكوت وده بديل الاوريو. خدنا حوالي 200 جرام وطحناهم وحطينا عليهم 50 جرام زبدة. لو قالوا 10 جرام، لو زادوا 10 جرام مش مشكلة، انت هتاخدي معلقتين زبدة كده وتسيحيهم في الميكرويف وتحطيهم عليهم وتقلبيهم. انا عندك الكادو اللي من بره ده اوكي، اللي هو الستانلس اللي انا حطيت فيه التوب. ما عندكيش هتجيبي ورقة فاكيوم وهتلزقيه من بره بشريط سولوتيب عادي خالص، وتعملي المقاس اللي انت عايزاه على القاعدة بتاعتك وتحطي. مش محتاجة صينية تشيز كيك خالص خالص خالص. هتثبتي القاعدة بتاعتك وتحطيهم في التلاجة يجمدوا الطبقة بتاعة البسكوت. هنا الكريمة اللي انتوا شفتوها دي كريمة الخفق، ممكن نستغنى عنها بالكريم جانتيه. دي الخطوات اللي انا همشي معاكم فيها وما تقلقوش. انا كده دي ودي حاجة مهمة جدا وفي ناس بتحب تستبعدها، بس انا مش هستبعدها. معلقتين من الجيلاتين، معلقتين صغيرين بتاعة الشاي اللي انتوا شايفينها دي من الجيلاتين، اتحطوا في مية، يعني برضه ربع كوباية مية وتسابوا على جنب. ضربت كريمة الخفق بتاعتي او الكريم جانتيه، خدت عليهم معلقتين بالظبط من الجبنة الكريمي، وهحط عليهم يعني معلقة صغيرة من الكريم كراميل. ولو انا مش هحط المعلقة بتاعت بودر الكريم كراميل دي، ممكن احط بدلها معلقتين سكر. انا يعني استغنيت عن السكر واكتفيت بطعم الكريم كراميل لانه مسكر. خدت كده جزء من الجيلاتين اللي انا عملته وضفته على نص الجزء بتاع الكريمة اللي انا عملتها. يعني انا دلوقتي حضرت خلاص كريمة خفق حوالي 200 جرام. بستبعدهم وبحط بدلهم كريم جانتيه برضو يعني بما يعادل 100 جرام كريم جانتيه. بضربه وبخفقه عادي خالص، وبعد كده بحط عليه معلقتين الجبنة ومعلقة الكريم كراميل او معلقتين سكر بدلهم. وبعد كده بقسم الخليط بتاعي ده نصين. النص الاولاني حطيت عليه معلقتين جيلاتين وحطيتهم على البسكوت او طبقة البسكوت اللي انا عملتها. الجزء التاني هحط عليه بسكوت اوريو متكسر وهحطه. طب ليه انا ما حطيتش الجيلاتين كله مره واحده؟ لا، عشان انا اول ما بحط الجيلاتين هي بتفقد السيوله بتاعتها، وانا عايزه احط الطبقه الاولى في التلاجة تمسك نفسها واطلعها احط عليها الطبقه التانية، فيبقى في طبقه لونها ابيض كريمه بس بالجبنه، والطبقه التانية فيها طعم البسكوت الاوريو. وبعد كده حطيت فتافيت من البسكوت الاوريو، حطيت جزء من جناش الشوكولاته، اداني المنظر النهائي اللي انتوا شايفينه ده. وما بين كل طبقه وطبقه بدخلها التلاجة لمده نص ساعه او ساعه. ممكن تدخل الفريزر مفيش مشكله عشان تعجلي خطواتك. اول ما الطبقه الاولى بتمسك بحط الطبقه التانية اللي فيها البسكوت الاوريو. بعد ما الطبقه التانية بتمسك بحط الطبقه التالتة اللي فيها فتافيت البسكوت بتاعه الاوريو، وبحط فيها معلقتين من الجناش زي ما انتوا شفتوا كده، او حتى لو قلبين من الشوكولاته سيحتيهم وحطيتيهم. ده شكلها من جوه. سهله جدا، طعمها حلو جدا. بجد اتمنى تجربوها، وباذن الله ان شاء الله انتظروا مني وصفات للتشيز كيك باطعمه مختلفه. يعني في خلال الاسبوع ده هننزل مع بعض 5 6 وصفات. والسلام عليكم.